السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده جايه لكم بطريقة الحواوشي الاسكندراني على ابوه. يلا بينا على طول على الوصفة. هنجيب معانا كوبايتين دقيق، رشة ملح، وهنقلبها كويس اوي الملح في قلب الدقيق عشان ما يبقاش حاجة كده ولا حاجة كده. وهنجيب معانا بولة هنحط فيها كده، هنفضي فيها كيس الخميرة الفورية، وهنحط عليه معلقة ونص سكر، وهنحط عليه مية دافية يا بنات. يا بنات مية دافية مش سخنة عشان خاطر ما تقتليش البكتيريا النافعة اللي في الخميرة. وهنقلب السكر في الخميرة كويس قوي، وبعدين نضيف له المية ونقلبهم كويس قوي قوي قوي، لان الخميرة الفورية بيبقى فيها تكتلات. لازم زي ما انت شايفة كده تطلعي المعلقة بتاعتك نظيفة فلة. وبعدين تبدأي بقى، هندخل بقى على الدقيق، هحط له علبة الزبادي، وهحط له ربع كوباية الزيت، سوري، ربع كوباية زيت. المقادير دي مهمة جدا جدا عشان يطلع معاكي حواوشي ناجح وفالح. وهضيف له الخميرة الفورية بعد ما تفاعلت واختمرت. هقلب كله ببعضه وابدأ بقى اعجن كله مع الدقيق وكده، وتبقى لخبطيطه. وهسقسق الماء شويه بشويه، هنحط الماء شويه بشويه. خليكم معايا وركزوا معايا ما تناموش. وهبدا بقى اعجن. سوري يا جماعه عشان انا كنت بقى ماسكه الكاميرا بايد وبعجن بايد. لميت العجينه معايا وبدات اعجن فيها. شايفين ناعمه ازاي؟ مفيش تكتلات، مفيش حتت دقيق مكلكعه، مفيش اي حاجه، اللي بتاع معاكي زي الملبن. وحط لايك لو سمحتي. وهعجن بقى كويس قوي لغايه العجينه ما تبقاش ملزقه في ايد زي ما انت شايفه كده. في فرق، يبقى كده لسه عايزه خدمه وعاوزه شغل. لازم تطلعي ايدك، تسلدي ايدك منها تلاقيها فله بتلمع اهو زي ما انت شايفه كده. انا هبدا احطها بقى واغطي عليها بكيس تلاجة فتحته، واسيبها بقى ترتفع مع نفسها كده. وانا هدخل بقى على على الحشوه. اللحمه المفرومه بتاعتي كنت حشياها وحط عليها بعض الخضار وانا بفرمها. هبدا بقى احط عليها الخضار بتاعي: بصلتين كبار، قرن فلفل حامي، قرنين فلفل رومي. هحط بقى بقيه التوابل بتاعتي. ده الخضار بتاع الحواوشي. التتبيله بقى دي كزبره ناشفه، وهحط عليها توابل الحواوشي، وهحط عليها توابل لحمه، وهحط عليها فلفل اسود، وهحط عليها رشه ملح. الحواوشي يحب التوابل والتوابل بتحب الحواوشي. ودي فلفل اسود. وهقلب كله ببعضه، كله عجينه كانك بتعجني بالظبط. لازما كله يتجانس ويتفاعل ويتماعل مع بعضيه زي ما انت شايفه كده. تعجني كويس اللحمه، تفركيها كده مع الخضار ومع التوابل. لازما كله ياخد من بعضه وتبقى كلها عجينه زي ما انت شايفاها كده. هنا بقى بدأت اقطع في العجين بتاعي كور صغيرة عشان يبقى ما تبقيش تكبري القطع بتاعت العجين او الرغيف، عشان خاطر تعرفي تفرديه كويس ومبقاش تخين وما بيعملش حروف تخينه بقى. انت فاهمه ازاي؟ فلازم تبقي ماسكه الحاجه مش الحاجه اللي ماسكاكي. عملت معايا كام كده يا جماعه؟ يجي 15 رغيف. هبدا بقى افرد. شوفي لما العجين بيرتفع معاكي وبيرتاح، شوف بتجري على الصينيه معايا، ولا سحر ولا شعوذه زي ما انت شايفه كده. لايك بليز. بدات بقى اهو بفرد اول رغيف وهركنه على جنب. ليه بقى هركنه على جنب؟ اقول لك انا هركنه على جنب عشان ايه؟ عشان هفرد كمان واحد. شفت الذكاء؟ هفرد كمان واحد عشان خاطر نحط الحشوه ما بين ده وما بين ده، والحشوه هتبقى في النص. هتقولي لي اقول لك معرفش، هو الحواوشي بتعمل كده. الحواوشي الاسكندراني زي ما انت شايفه كده. العجينه قد لما مخدومه كويس ومعجونه كويس، صدقيني مش هتاخد معاكي وقت خالص، وهتلاقي العجينه متماسكه معاكي وناعمه زي الغريبه، ومطرح ما بتوديها بتروح. شايفه؟ فرده واحده ما بترجعيش تعيدها تاني. بتاع عجينه مرتاحه تمام.
مستتفه زي الفل. هبدا بقى افردها كويس قوي، وابدا احط لها الحشوه بتاعتها. انا جايبه لك كل الخطوات بكل التوضيح بكل الحركات، عشان خاطر تعملي الحواوشي وانت واثقه من الفوز باذن الله. ما يبقاش حاجه فاتتك كده ولا حاجه فاتتك كده، كل التكات وكل الحركات اهو زي ما انت شايفه. حتى انا مرضتش اجري الفيديو والله، لان الحاجات دي كويسه، ما بتفرق معاكي في النتيجه النهائيه. هبدأ بقى احط الرغيف التاني على الوش، واقفل بقى. اقفل ازاي؟ ما تلزقهمش ببعض كده وتسيبيهم، تلفي ده على ده، تلفي كده بحركات دايره، نص دايره وتقفلي، نص دايره وتقفلي، نص دايره وتقفلي. بيدي شكل جمالي، وفي نفس الوقت بيقفل ويحبك حلو قوي من الحرف، عشان الحشو ما تطلعش من الايه، من الحروف. خلصنا كده اول رغيف، هندخل ان شاء الله وباذن الله. فتكوا في الكلام بقى يا جماعه، احنا في المدعكه دي. وبعدين هتمسكي تجيبي صينيه المونيا، او الصينيه اللي هتدخلها الفرن ايا كانت، تمسكيها تدهنيها زيت او زبده على حسب الماده الدهنيه اللي بتستخدميها، وتجهزيها وتحطها على جنبك، على ما تخلصي فرد وتخلصي حشو وتبقى حاجتك جاهزه جنبك، عشان ما تقوميش وتقعدي، تبقى حاجتك كلها جاهزه تمام معاكي. خلاص انا جهزت الرغيف ودهنت صينيته وحطيت عليها اول رغيف، وبدات اشكشك الرغيف بالشوكه. ليه؟ ليه الشكشكه دي يا جماعه؟ غاويين اذيه؟ لا والله، عشان خاطر الرغيف ما يقبش منك في الفرن. شفت بقى ازاي؟ ده كان اخر رغيف معايا، قمت ماسكاه حاطه الحشوه في نص، وطبقه عليه الايه، النص التاني، يعني نسيبوه اهو. وقمت بقى ايه، جايبه بوله فيها شويه لبن، وبدات ادهن الوش. كل الارغفه اللي معايا بدات احطها ايه، اللي ادهن الوش لبن. ممكن لو عندك سمسم ممكن تدهني اللبن وتحطي السمسم. في ناس بتحب صفار البيض، انتوا مزاجك بقى. والله لو سمحتي، الله بليز. والتشكشك ده مهم عشان خاطر الرغيف ما يقبش منك في الفرن. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. كانت النتيجة جميلة. شوف الرغيف في ايدك عامل ازاي قدامك، ولا سحر ولا شعوذة. وشه زي ظهره كله ما شاء الله، اللهم بارك. جميل جدا، بالهنا والشفا. يا جماعة اللي كنتوا وصلتوا معايا لغاية كده من الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم في الله. مع السلامة.